تقنية للرسم جديدة ومبتكرة. خريج كلية الفنون الجميلة بدمشق وصاحب معارض بعدة بلدان من لبنان، سوريا وصولاً لإيطاليا. رحلة بنغوص فيها بعالم الفنان السوري سعود عبد الله اللي بيبتكر طريقة رسم خاصة فيه وبيستعمل أنواع مختلفة من الرمال. هالمعرض بيتشارك فيه عبد الله مع الفنانة التشكيلية بشرى مصطفى ليعكس عمل جيلين وأسلوبين مختلفين. زيارة لجاليري آرت أون 56 لاكتشاف هالأعمال المميزة. الشيء اللي أكثر شيء بشوف حالي فيه هو يعني أنا كيف أعبر بالطين، بالنحت، بالفن. بالنحت المادة الأساسية اللي بشتغل فيها واللي بتعامل معها هي الطين. المادة كثير بتلعب دور لقد ايه ممكن تعطي قيمة للعمل. الطين كمادة بتحسها عضوية ممكن كثير سهلة ومطوعة، بتحس إنه كثير سهل ممكن تتعامل معها وتبني وتعمل بناء للعمل، وبحسها قريبة مني يعني كتواصل مباشر مع المادة. هلا الطين طبعا بيتعالج وبيتاخذ لمكان ثاني بيصير برونز. بالرسم اشتغلت حاولت اجرب الفحم. الفحم كثير في شيء بيشبه النحت بطريقة أو ثانية، واشتغلت كدراسات دايما أو سكتشات دايما بشتغلها هي أساس لأي عمل نحتي بيكون. بهذا الشغل أول ما عملت البورتري جوكر اللي أنا صممت شكله، اللي هو تقريبا بيشبه الجوكر اللي احنا بنعرفه بس بطريقة واقعية شوي، طريقة بيشبهنا أكثر، لأنه أنا شغلي بالأساس هو شغل تعبيري واقعي، فأنا في أساس واقعي دايما ببني عليه. حبيت دايما إنه أعطيه ممكن بأعمال مثلا مثل هذا العمل في طابع ممكن يكون في شر، ممكن يكون الجانب اللي هو بيشبه الشيطان أحيانا بقعدته بموقعه بمكانه. الفن السوري بالأساس، الفن السوري اعتمد القديم بالحضاراتنا القديمة دايما بيعتمد على الحركة الداخلية للتعبير. يعني بتشوف انت دايما منحوتاتنا هي منحوتات جامدة كتير واقفة ما في اي حركة، بس تشوف في قوة، تشوف في تعبير بتحس فيه. فأنا كتير متأثرة بهاي القصة، نوعا ما بتشبهنا، يعني تشبه الناس اللي عايشة هون. نحن أشخاص كتير انفعاليين عاطفيين، بفنوننا ممكن نعبر عنه. أنا الأشكال عندي مثل ما بتشوف هي أشكال مبسطة كتير، محورة كتير، ملغي منها كتير من التفاصيل. بحب هذه الكتلة اللي هي السبوت أو البقعة، بحب أحصل على البقعة من هذا الشكل الإنساني نتيجة الحذف والإلغاء والتحوير. وكان هدفي إنه بالتجارب بالشغل الكتير إنه بحصل على شكل بالنهاية، شكل بيخصني أنا. إجا مفهوم الرمل ببالي من خلال الملاحظة، يعني بتمشي بالشارع بتشوف كومة رمل من اللون الأسود مثلا شفته، فصرت أسأل حالي إنه ممكن يكون في ألوان تانية للرمل، ممكن يكون في أكثر من لون لهاي المادة. فلما صار وجود الرمل بهذا الشكل أعطاه نوع من القرار، أعطاه نوع من التقل، فرحت على أكثر من منطقة. يعني كنت عم عبي الرمل بأكياس وبجيبهم وبحطهم وبشتغل أكثر من لون كنت بحصل عليه. فالرمل كان ملون بطبيعته، ألوانه الطبيعية هو بطبيعته هذا اللون، عدا مثلا عندك اللون الأبيض اللي مخلوط بمادة كيميائية ثانية، أما الباقي كله هو رمل طبيعي بألوانه الطبيعية، إذا كان أسود أو أحمر أو أخضر حتى.
هلا أنا معرضي ببيروت بصالة آرت 156 هو أول معرض فردي لإلي. وهاي التجربة هي تحت عنوان سبوت إن ميموري، بقعة في الذاكرة. هلا هاي البقعة هي إجت من مفهوم حياة، من مفهوم البيئة اللي كنت أنا بعيش فيها، يلي هي البيئة الريفية من ريف القامشلي. البقعة هي الشكل الإنساني أو الشكل الكائن الحيواني. حتى الأشخاص هن أشخاص بكر، يعني كثير من الأشخاص اللي كنت بعرفهم من الختاير الكبار أو من يلي توفوا، صرت ما بتذكر أشكالهم، ما بتذكر الوجه أو ما بتذكر الرياكشن اللي الموجود بالوجه، بقدر ما بتذكر الثوب اللي بيلبسوه. الثوب هذا اللون اللي كان كثير من الأشخاص متعودين على لون واحد بيلبسوه. فبهاي الطريقة فيني كون فكرة سبوت إن ميموري، بقعة في الذاكرة، يلي هي مفهوم الشخص والكائن الحيواني بهداك الريف الواسع، بهداك الفضاء الواسع يلي كان يفرض علي هاي البقع لتستقر بذاكرتي. وقفة بالإمارات العربية المتحدة مع الكافيار اللي أصبح تناوله متاح للجميع. من سنين والكافيار بيعتبر من الأطعمة الفاخرة المخصصة فقط للأثرياء. اليوم مزرعة ومعمل بالإمارات العربية المتحدة وتحديداً بأبو ظبي عم بيحاول يجعل هالمنتج الفاخر بمتناول الجميع. ببتروسيان كافيار ريستورانت بدبي بتعبر اللبنانية أنيتا عطية عن أسباب حبها للكافيار. صار لي 5 سنين تقريبا باكل كافيار. بحب كتير الكافيار لأنه بحب الطعم تبعه والبرزنتيشن كيف بتنزل على الطاولة وكيف بناكلها. وبيقول الشيف صابر مفكر إنهم بيبيعوا يومياً أطباق كافيار بآلاف الدولارات، والطلب عم يتزايد أكثر وأكثر على هالمنتج. Well, we do have all the nationalities like Arabic, European, Indian, American. Everybody's coming to eat caviar. Everyone now is eating caviar and it's in everyone's hand. بالرغم من عدم وجود إحصاءات على تناول الكافيار بالإمارات العربية المتحدة، كتار بيأكدوا ازدهار هالقطاع وازدياد كبير بالطلب على هالمنتج يلي عم بيدخل أرباح كتيرة. هالازدهار بيعود فضله أيضاً لمنتجين مثل أميريتس أكواتيك يلي ساهموا بتخفيض أسعار الكافيار بالسوق. بهالمكان منكتشف الإنتاج المحلي للكافيار يلي بيسميه العمال بالذهب الأسود، وبخلاف معظم معامل إنتاج الكافيار ببحر قزوين أو أنهار سيبيريا، هالمعمل بأبو ظبي. وبيأكد أحمد بن سالم الظاهري مؤسس معمل الإنتاج أميريتس أكواتيك إنه هالمعمل هو أكبر مكان مغلق بالعالم لإنتاج الكافيار. With UAE and the region growing in terms of economy and population, there's a growing demand on the caviar here as well. Not only in the other part of the world, but here in this region, this country, there is demand for the caviar. وبيخبر الظاهري إنه فكرة إنشاء مزرعة للأسماك والكافيار بالخليج العربي قوبلت بتشكيك كبير، خصوصاً إنه المنطقة صحراوية ودرجات الحرارة توصل لأكثر من 40 درجة مئوية، بعكس المزارع التقليدية بأنهر سيبيريا وقزوين. لكن نجاح المشروع برهن إنه هالتشكيك ما كان بمحله. When we started building or announcing the project to the world from here from Abu Dhabi, people thought that this wasn't really the idea or the ideal place for such project. People thought that this project that can be in places where cold weather is, that is suitable for the fish. No, wrong. وبيتضمن المعمل عشرات الأحواض المائية الاصطناعية يلي بتشكل منزل لآلاف الأسماك يلي بتخلق وبتعيش فيها. We've got about 300,000 fish, from fingerlings until large-sized fish swimming around the basins in the farm. On our ultimate production capacity, we will be producing about 35 tons of caviar
and about 750 tons of meat. ومع ازدياد الطلب على الكافيار ازدادت أيضاً المنافسة بحسب دلفين لانوي مديرة التسويق والمبيعات بغورمي هاوس بدبي أحد أكبر المستوردين والمصدرين للكافيار بالخليج. When we came with the wild caviar, of course the prices were really high. Now definitely the wild caviar is banned in all over the world since 6 or 7 years. So the prices with the farm caviar came down, which is nice because finally we have attracted more customers. I mean, caviar now is affordable for everybody. However, of course, the sales are not are not higher than before. وبيأمل الظاهري إنه هالماركة المحلية يلي عم يتم إدخالها للسوق تصير يوماً ما ماركة عالمية. We have 5-star hotels that have been selling the products, and soon it will be available widely within the UAE, either our own dedicated store or through the different venues. حلقتنا انتهت لليوم، لقاءنا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون مستقبل. انطرونا.